ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه ويا رب تكونوا بخير. اعزائي مجلس اداره نادي الزمالك، احنا في يناير، واول حاجه اتعملت في يناير ان احنا بنقدم على قرض بقيمه 200 مليون جنيه بضمان جزء باين من ارض نادي اللي هو 6 اكتوبر. الخبر ده في حد ذاته يعرفك احنا رايحين فين وجايين منين. الخبر ده لوحده كده يخليك تركن كل حاجه كده على جنب وتقعد كده تتامل. اولا مبلغ القرض ده مش كبير، مش كبير. انت جايبه عشان ايه؟ ال 200 مليون اللي انت طالبهم قرض دول عشان ايه؟ عشان انهي ملف؟ عشان انهي لعبه؟ عشان العاب الصالات ولا فريق الكوره اللي فيه مستحقات متاخره وفيه تجديدات وفيه صفقات جديده وفيه قصه كده. انت جايبهم عشان ايه؟ عشان ايه؟ الموضوع مش موضوع ارض محروقه حضرتك. الموضوع والله ما موضوع ارض محروقه قد ما هو عشوائيه في الاداره، قد ما هو فوضى في الاداره، قد ما هو ان انت زيك زي غيرك لم تبحث عن مدخلات جديده لنادي الزمالك. شماعه المجلس اللي فات خلاص، إن الزمالكاويه ما بقوش ياكلوا منها قوي على فكره، وبقت نكته، بقينا بنتعامل معاها انها نكته. انت عندك مشكله، والله العظيم عندك مشكله في الاداره نفسها، في الاداره، في فكره الاداره. الاداره علم مش فزلكه. اداره الانديه غير اداره الشركات. مش شرط ان انت عندك بيزنس ناجح فيه وعارف تديره ده يأهلك ان انت تدير نادي، ونادي ايه؟ جماهيري. مش شرط. نادي الزمالك ادارته بتتسم بنوع من انواع الفوضى والعشوائيه في الاداره والبطء. يا نهار اسود، بطء. يفكر ببطء، يتحرك ببطء، يقرر ببطء، يتصرف ببطء. وجايز بعد كل ده ناخد القرار غلط برضه، يعني عادي جدا يعني. احنا في يناير، واول قرار بيجي لك في يناير اللي انت طالب قرض بقيمه 200 مليون جنيه بضمان جزء من قطعه الارض اللي مش عارف ايه وايه وايه. انا بقول لك ال 200 مليون جنيه دول بتقول لي ايه؟ ثم بص اقول لك على حاجه. فاكر لما قلت لك انت عندك وعندك 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 والمفروض 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 والمفروض، ولو انت عندك خطة مسبقة كل احتياجاتك ما تتعملش في يناير، وحتى لو دخلت يناير بالاحتياجات دي فانت عارف الدنيا هتبقى ماشية ازاي. انت النهاردة ما كنتش عارف، ما رحتش خدت القرض ده ليه في ديسمبر؟ ما خدتهوش ليه في نوفمبر؟ ليه؟ انت جاي في يناير بنتكلم في مستحقات، بنتكلم في تجديدات، بنتكلم في صفقات جديده في لعبه واحده بس اللي هي الكوره، ورايح تاخد قرض ب 200 مليون جنيه اللي هم هيتفرتكوا كده. والله اللي هيتفرتكوا كده هوا، ومش هيعملوا حاجه على فكره. طب ما خدش القرض ده ليه في ديسمبر؟ انت ما عندكش خطه بيه. مفيش خطه. اداره بلا خطه، اداره بلا يعني بلا، مفيش خطوات. انت ما عندكش تارجت، ما عندكش خطه. انت مقضيها اليوم بيومه، انت مش عارف الدنيا ماشيه ازاي. انت المركب عماله ايه؟ موجه تشيلها وموجه تحطها ويلا. اهو يصادفنا اي نجاح شويه في الطريق نطلع نلبس فيه بدل وجرافطات شيك ونقعد نهلل. صح. لكن في خطه معموله؟ مفيش. هتطلع لنا شويه الرقاصين والمطبلاتيه يقعدوا يقولوا لنا الارض المحروقه والارض المزنوقه والكلام الفاضي ده. ياه، خلاص. هيا بنا ندعم الفشل عشان الارض محروقه. وطالما هي محروقه، وطالما هي محروقه دخلت ليه الانتخابات؟ وطالما هي محروقه قررت ليه تشيل مسؤوليتها؟ وطالما هي محروقه حاربت ليه عشان الكرسي ده توصل له؟
وانا مش هصدق فكره ان في فرد واحد في مجلس الاداره هو اللي انا شايله الليله. هو انت لقيت او لقيته الحجه بتاعت المجلس اللي فات الناس ابتدت تزهق منها، فقررتوا تعملوا شماعه جديده ان الفرد ده جوه المجلس هو اللي مبوظ الصوره الجماليه للمجلس؟ مش منطق. اعزائي، يعني انتوا بتعاملوا جمهور الزمالك ده، الجمهور ده اتفشخ. الجمهور ده مر بيه كل ده قبل كده، وفاهم مين الصادق ومين الكذاب، ومين اللي بيوعد كلام في الهوا، ومين اللي فعلا هينفذ. احنا عارفين والله، احنا عارفين. احنا مش بعد السن ده حد هيجي يبيع لنا الطرمان. انت بسم الله الرحمن الرحيم بقول لك في يناير واخد قرض ب 200 مليون، تعمل بيه ايه؟ تعمل بيه ايه؟ عشان ايه القرض ده؟ ده اليد ولا الطايره ولا السله ولا الكوره؟ طب ولو الكوره، هو للتجديدات ولا للمستحقات ولا للصفقات الجديده؟ ومعنى ان انت رايح تاخد قرض وراهن لنا حته ارض من الارض اللي بتاعت 6 اكتوبر، معنى كده اللي انت عملت كعب داير على اللي انت محتاج منهم، اللي انت بتستلف منهم ما حدش اداك حاجه. مش هقول لك صفقات جديده، الموضوع ده سقفه عالي قوي. دفعت مستحقات ما دفعتش. انت لسه قايل خبر ان في نهايه الاسبوع الناس هتاخد مستحقاتها، ده من القرض. يعني انت رايح تاخد قرض عشان تدفع مستحقات، تمام. طب القرض فرضا خلص في مستحقات الكوره، التجديدات ايه؟ طيب مفيش خطه. والله العظيم مشكلتك انك ما عندكش خطه. مشكله، دي مشكله. تاني، اداره الانديه مش كده. لازم تدور على مصادر جديده للفلوس. جو ان اديني يا كابتن حسين، اديني يا استاذ ممدوح، وانا هبقى اديك اخر السنه، وشيكات على نادي الزمالك والرصيد بيه، وهي نفس الديون، وهي نفس القصه. ومشاكل الزمالك من التسعينات هي نفس مشاكله سنه 2025، نفس الافكار القديمه والكتالوج القديم. تقعدش تقول لي انا سددت 7 مليون، انت ما سددتش. انت لبست ده في طاقية ده، وبرضه علينا فلوسي اللي يسلفونا، ما هم واخدين علينا شيكات. مفيش جديد، مفيش خطة. ودينا في يناير يا سيدي، ودينا في يناير. تلاحظ ان من كم العشوائية اللي احنا بنتكلم فيه دي، عشوائية هي متقضية. بص، هي حتى نجاح بيحصل مع الإدارة دي هو نجاح عشوائي. نجاح ما بيكونش مترتب له أصلا. النجاح بيجي بالصدفة. النجاح بيجي بشغف الجمهور، بجهد اللعيبه انها ركزت في حاجه معينه، ودعم الجماهير. لكن انتوا مش مخططين لحاجه اصلا، ولا عاملين حسابكم على حاجه، ولا عاملين حسابكم على اي حاجه. انت حتى اعلاميا انت ولا عارف تحمي لعيبتك ولا عارف تحمي نفسك، وطوب الارض بيقلس علينا وبيشتمونا دلوقتي عيني عينك. يعني بيجيبوا سيرتنا عيني عينك. يعني حتى اعلاميا انت ولا عارف تحمي لعيبتك ولا عارف تحمي نفسك اصلا من قلش الاعلام. يا جدع ده احنا التشكيل مش عارفين نبطل انه يتسرب. مش عارفين، يعني كل مره بيتسربوا. ايه ده؟ هو في ايه؟ هو لا بجد في ايه يا باشا؟ هو في ايه؟ ما تعرفونا يا جماعه في ايه. وفي نفس الوقت انا بقول لك يا سيدي، انت اللي عملت في نفسك كده من الاول خالص. فاكر لما الراجل قال لك سنتين يا كابتن حسين؟ قلت له هي سنه واحنا عارفين كل التفاصيل، واحنا جاهزين بالفلوس، وهنغير الصوره الذهنيه، ولا وما لا. انت لو وقفت يوميها وقلت له لا سنتين ايه دول 3، انا جاي انجازي ان انا اخرج من مدتي. مش فكره بطولات، ان نادي الزمالك هخش التاريخ ان نادي الزمالك ده انا هسلمه ما عليهوش جنيه لحد. كنت هتبقى واضح، ولو حصل اي نجاحات عشوائيه في الطريق هتتحسب لك. ليه؟ لان انت راجل داخل زي ما انت بتقول عارف التفاصيل،
وعارف ايه اللي هيحصل، وعارف ايه اللي معاك، وايه اللي هيدفع، وايه اللي مش هيدفع، وايه، وعارف هتجيب منين فلوس، وايه اللي يتسدد وايه اللي ما يتسددش. حتى انا هاجي ساعتها اقول لك، انت هتيجي تقول لي لا في سقف معين للتعاقد، ساعتها من البدايه الكلام على نور من البدايه، هقول لك خلاص انت دي خطته، دي خطه الراجل، ودي اجندته اللي ماشي عليها طول مجلس ادارته. خلاص. لكن انت بتقول كلام وبتعمل كلام، بتورونا يعني اصل انت عايز تقنعني ان الحياه وردي في الظروف السوداء دي ازاي؟ الجماهير قاعده خايفه من ابو قير الاسمده، ده حاجه هم. في ايه؟ المفروض يناير ده احنا المفروض لو نادي عنده خطه هو عارف هو هيعمل ايه. يعني انت المراكز اللي انت محتاجها مصر كلها عارفاها، مش كده؟ عندك مشكله مستحقات، عندك مشكله تجديدات، عندك لعيبه زياده المفروض تمشي. انت بتعمل ايه؟ انت بتروح النادي الصبح تعمل ايه؟ انت ما عملتش اي حاجه بدي. طب هل متفوقين في العاب الصالات؟ لا برضه عادي، في القشطه يعني، في تحسن بسيط طفيف. بص، الموسم اللي فات قلنا ده موسم للنسيان وتجربه، وانتوا لسه جداد مع الاداره وبتتعلموا. الموسم ده والله ولا ألف حجة، ولا ألف حجة تحميكم من اتهامكم بالفشل لو حصل زي الموسم اللي فات. مفيش خالص. انت المفروض اتعلمت من الموسم اللي فات، المفروض فهمت، المفروض حتى كافة التفاصيل اللي ما كنتش على دراية بيها خلاص بقت قدامك. المفروض تعمل خطة لده، المفروض تبقى عارف بكرة بتاعك ده فيه ايه. انا بعمل ده عشان هعمل كذا. انت رايح تاخد قرض على غفلة. انت عارف يعني ايه قرض على غفلة اللي انت واخدها دي؟ يعني انت جاي عندك كم الالتزامات دي في يناير، ورحت جاي واخد قرض في يناير، ده انت مش عامل حسابك اصلا ان انت كنت هتتزنق ولا ايه بالظبط. طب انت كان حد قايل لك هديك فلوس وما ادكش فاضطريت تروح تعمل قرض؟ ما هو انت القرض ده ما كانش في خطتك، ده القرض ده حاجه جت على غفله. ده دليل ان انت ولا عندك خطه ولا تعرف بكره بتاعك فيه ايه. انتوا شركاتكم بتقعد في بدايه السنه بيحدد تارجت العام كله، وبتعملوا اسعار وبتعملوا ارقام تقديريه، وبتتوقعوا سعر الصرف هيكون قد ايه، وبتمشوا على جدول زمني، وبتمشوا على خطط، وبتمشوا. طب اشمعنى الزمالك ما بتعملش فيه كده؟ اعتبروه شركه. طب ما تعاملوه معامله الشركه يمكن ينجح، يمكن. احنا في يناير في تجديدات، في مستحقات، في تجديدات وفي مستحقات وفي شويه حاجات كده ايه، وفي المفروض نجيب لعيبه جديده، لعيبه بجد، مش لعيبه من وكاله البلح، مش لعيبه فري، مش لعيبه زي موتيابا وسيدي بابا ناداي وجيفرسون ومهاب ياسر والكلام اللي انتوا اشتغلتونا بيه السنه اللي فاتت عشان اسمكم بتجيبوا لعيبه. احنا في يناير، افتكر